يعني في سيارات تساوي مليون ومش مأمنها تأمين شامل. خلينا ندخلوا في الموضوع الأهم أستاذ بالقاسم، وهو فيما يتعلق بتأمين التلميذ في المدارس الخاصة. البعض يقول بأنه هو تأمين شامل. ما هي قيمة الرسوم التي تدفع؟ الطالب حيعالج من أي إصابة قد تحدث له في أثناء وجوده في المدرسة. ولي الأمر حيتجنب تبعات المصاريف اللي أصبحت باهظة، سواء كان في كشف الطبي، سواء كانت في العلاج، سواء كانت في أو حتتكفل شركة الخليج للتأمين بتأمين هالطلبة وهالتلاميذ، حتى تقوم هي بدورها في عملية العلاج. و150 دينار في السنة يدفعها التلميذ يضاف إلى مصاريف الدراسة متاعها، فهيش قيمة كبيرة مقابل أنه هو حيتلقى العلاج وحيتلقى الرعاية من شركة التأمين. مساء الخير. التأمين الشامل والتأمين الإجباري، هنالك لغط في هذا المفهوم، ولكن الأهم في هذا الأمر هل وصل ثقافة المواطن الليبي لمعرفة قيمة هذا التأمين؟ دول ليس ببعيدا عنا، تونس، مصر، الأردن، مقتنعة اقتناع كامل بتطبيق مفهوم التأمين الشامل. الحوادث يوميا في ليبيا والأموات يوميا في ليبيا، ولكن بعض العائلات محدودة الدخل قد تم أكل أو ضياع حقها بالكامل نظرا لأن الطرف الآخر لم يكن مؤمن حتى التأمين الإجباري. متى يصل هذا المفهوم إلى وزارة الاقتصاد وإلى وزارة الداخلية للوقوف على هذا الأمر الخطير؟ عدة تساؤلات وعدة ملفات نفتحها اليوم مع السيد الأستاذ بالقاسم عبد الله، رئيس مجلس شركة مجموعة الخليج. نرحب بك أستاذ بالقاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والتسليم. اليوم نشكر السيد نبيل السوكني الإعلامي المخضرم والمعروف في هذا الحوار الذي يتطرق إلى التأمين وأنواع التأمين وإلى أهمية التأمين، سواء كان للتأمين الإجباري والشامل وإلا المين اللي هو حنتكلم عليه إن شاء الله، الرعاية الصحية للطلبة والتلاميذ في المدارس. أستاذ بالقاسم، قبل ما نخوض في عدة أسئلة فنية إذا يعني صح التعبير، خلينا نبغى نتكلم على مفهوم التأمين. هل المواطن الليبي والحكومة الليبية والمشرعين في ليبيا، كلم فيه كان في سنة 2025، هل لديهم ثقافة حقيقية في معرفة مفهوم التأمين؟ والله للأسف الشديد يعاني الصفوة السياسيين ورجال الدولة من أمية في مفهوم التأمين. التأمين ليس جديد يعني بالنسبة لليبيا، ولكن أول ما أنشئت شركة ليبيا للتأمين في 1964. إذا أخذنا هذه الفترة الطويلة هذه، المفروض نكون احنا بارعين في التأمين ونكون متقدمين جدا في التأمين، ولكن تعثرت الظروف الاقتصادية والسياسية مما أدى إلى تأخر في كل الأنشطة وخاصة نشاط التأمين. مفهوم التأمين عند العالم خاصة في الدول الفقيرة يعرفوه أنه هو مصدر للدخل العام ويساهم في ميزانية الدول. ثاني حاجة هو يحافظ على ثروات المجتمع ضد المخاطر سواء كانت البشرية أو الطبيعية. فالتأمين هو بروتكت، هو حماية وتعويض. وما تقوم به شركات التأمين وعدد شركات التأمين في العالم يعني يفوق إمكانيات الدول. فموضوع التأمين موضوع كبير جدا، يجب أن نهتم به من ناحية منفعة المواطن بالدرجة الأولى، سواء كان في نفسه أو في أهله، أسرته، في ممتلكاته. اليوم تعرف أنت العالم يتغير، الحوادث كثرت، جميع أنواع الحوادث سواء كانت حوادث السيارات ولا حوادث الطبيعية، الأمطار والفيضانات وما حدث في درنا مثال يحتذى به. وللأسف كانت درنا فيها بعض المرافق زي مصرف شمال أفريقيا كان مؤمن وعوضوا وأخذوه تعويض فيه ب1,000,000 دينار. للأسف كانت غالبية أو الغالبية السكان وغالبية الناس اللي موجودة في درنا ما كانتش تقتني التأمين، لأن احنا بالنسبة للتأمين في ليبيا هو مخلينا تركينا للاختيار المواطن، والمواطن قد لا يعرف مصلحته
نعم. العالم كله أخذ التأمين أو أخذ الأمور كلها زي التأمين الإجباري مثلا. ليش جبراته؟ ليش إجباري هو؟ لأن فرضت الدولة على المواطن، لأن المواطن لا يتحمل دفع دية الميت، وبالتالي ألزمت الدولة المواطن بدفع مبلغ بسيط جدا اللي هو حوالي 70 دينار في السنة، مقابل أن تتحمل شركة التأمين دفع تعويضات كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من الدينارات للمتوفين أو المصابين. ما الذي يجب أن يكون، قرار أم قانون يطيع؟ أول حاجة تكون شركات التأمين تنشر الوعي بشكل كبير جدا، من جديد تتحرك وتنشر الوعي. ثاني حاجة الدولة لازم تكون فاهمة التأمين بمعناه المفهوم الاقتصادي المهم جدا والاجتماعي، وبالتالي تحاول أن تشرع قوانين تجبر المواطن على بعض أنواع من التأمين على الأقل في الوقت الحاضر. احنا للأسف حتى الممتلكات العامة زي المصارف زي المدارس زي المستشفيات في وقت من الأوقات في الثمانينيات كانت مؤمنة، اليوم ما فيش تأمين لأنها أصبحت خيار. نعم. والخيار يعني قد لا يعطيك أنت لا تدري مصلحتك فيه الخيار هذا، لكن لما الدولة تجبرك لأن هي بتحمي اقتصاد تولي أنت تهتم. يعني كم عندنا من ورش، كم عندنا من مخابز، كم عندنا من مصانع، كلها غير مؤمنة. طيب. لا البشر ولا في قرارات نفسك أو خلي باقتناعاتك، هل يجب أن يكون هنالك قرار من الحكومة أم يشرع في الدستور كقانون؟ والله أنا نقول يعني لو يشرع حتى في الدستور يعتبر هو حق للمواطن، وفي نفس الوقت هو التأمين شنو هو؟ يعني التأمين هو عبارة عن تكافل اجتماعي. يعني المجتمع حيتكافل سواء كان أشخاص أو مجسمات أو شركات أو غيرها، كلها تتكافل لتوفير أقساط معينة لدفع الضرر عليها. هل شركات التأمين مقصرة فيما يتعلق بالتوعية نحو المواطن؟ يعني خلينا نقول لك نشوفه في دعايات إعلانية يوميا وفي رمضان وكذا، نلاحظ مش موجودة حاجة لتثقيف المواطن فيما يتعلق بالتأمين إلا عندما تكون هنالك مؤتمرات أو ندوات فقط. والله هو بالنسبة لشركة التأمين يعني باذل جهد وربما يكون ليس بالجهد الكافي، ولكن طبعا احنا زي ما قلنا هي ثقافة التأمين في بلادنا تعتبر بسيطة أو غير واعية، غير موجودة. يعني ثقافة التأمين الناس كلها لما تجي تسأل على التأمين يقول لك أنا نأمن في سيارتي، وتأمين السيارة هو اللي مربوط بقانون لا أكثر لا أقل. لكن الناس أن حوشه مش مأمن، ناس أن أسرته مش مأمنة، ناس أنه ما عندهش رعاية صحية، ناس أنه هو مش مأمن المصنع متاعه اللي هو يأكل منه ويشرب. يعني في سيارات تساوي مليون ومش مأمنها تأمين شامل. طيب خلينا ندخلوا في الموضوع الأهم أستاذ بالقاسم، وهو فيما يتعلق باللغط اللي صار لدى بعض مدراء الإدارات وبعض أولياء الأمور وبعض النخب. وفي هذا المقام لا أقول نخب كونهم لم يطلعوا اطلاع حقيقي فيما يتعلق بتأمين التلميذ في المدارس الخاصة. البعض يقول بأنه هو تأمين شامل على المدرس وعلى المدير وعلى الطالب. كيف تم هذا الموضوع؟ صاحب الفكرة كيف رسى العطاء على مجموعة الخليج للتأمينات أو للتأمين؟ وأيضا ما هي قيمة الرسوم التي تدفع؟ هل تختلف من المدرس للتلميذ للأيادي المساعدة أو الأطقم الإدارية الموجودة داخل المدارس؟ هي طبعا فكرة تأمين الطلبة والمدرسين وكل من هو موجود في المدرسة فكرة لا شك أن هي فكرة نبيلة وجيدة وتخدم الطالب وتخدم ولي الأمر. الطالب حيعالج من أي إصابة قد تحدث له في أثناء وجوده في المدرسة أو في نشاط مدرسي أو في رحلة مدرسية. ولي الأمر حيتجنب تبعات المصاريف اللي أصبحت باهظة، سواء كان في كشف الطبي، سواء كانت في العلاج، سواء كانت في يعني المصاريف هذه كلها تعتبر ثقل على كاهل ولي الأمر في حالة إصابة ابنه بأي شيء من الأشياء هذه. وإحنا يوميا نشوفه في صغار يطيحوا، صغار يصيرهم إغماء، صغار يصيرهم يعني هالحاجات هذه كلها حيتكفل التأمين أو حتتكفل شركة مجموعة الخليج للتأمين بتأمين هالطلبة وهالتلاميذ، يعني حتقوم هي بدورها في عملية العلاج وصرف النفقات الطبية. هنا شركة التأمين ليش تقول أنت في هالموضوع هذا؟ أول حاجة لأن احنا عدد التلاميذ عدد كبير جدا،
نعم. فلما انبسطوا القيمة مثلا نقولوا 150 دينار في السنة يدفعها التلميذ ويضاف إلى مصاريف الدراسة متاعها، ما هيش قيمة كبيرة مقابل أنه هو حيتلقى العلاج وحيتلقى الرعاية من شركة التأمين. احنا بدورنا الصندوق اللي بينشأ لهالمبالغ أو المساهمات أو الاشتراكات، هذه نقولها زي اشتراكات مثلا، نعم. هي مبالغ حتصرف على الطلبة، وشركة التأمين حتدير هالموضوع هذا لصالح الطلبة والتلاميذ، أيضا المدرس وأيضا المباشر في المدرسة وأيضا أي إنسان موجود له ارتباط بالمدرسة يعني يعتبر مغطى بنفس الشيء وحيدفع نفس القيمة. اللي علاقة أن مثلا المرض داخل فترة 8 ساعات، ولا حتى لو التلميذ نقوله مرض في البيت ببردة طاح في هو مرتبط بفترة الدراسة، ولكن فترة الدراسة حتى من خروجه إلى البيت في اتجاه المدرسة أو من المدرسة إلى البيت يعتبر هي نفس المرحلة أو نفس الفترة الزمنية اللي يتغطى فيها الطالب ضد أي حادث قد يصير لا سمح الله. طيب إذا لم يكن الموضوع يعني من باب السرية أستاذ عبد القاسم، هل قيمة الاشتراك هل تختلف من المدرس إلى الطالب إلى الكادر الإداري أم سواسية كأسنان المشط؟ وما هي القيمة السنوية؟ هي ما تختلفش، وإحنا درناها مبدئيا 150 دينار لأجل أن إحنا لابد نوع من أنواع التأمين هذا يستحدث في ليبيا جديد، يعتبر مش جديد في كون نوع من أنواع التأمين موجود في العالم، موجود في تونس في مصر في أي دولة، ولكن في ليبيا لم يمارس قبل. نعم. فإحنا درناها يعني جديد أو اقترحناها على وزير التعليم، ووزير التعليم وافق عليه مشكور بارك الله فيه، واعتبرها فكرة ممتازة، وعلى أساس أن مرحليا أو المرحلة الأولى منها حتشمل المدارس اللي هي الخاصة، باعتبار أن أولياء الأمور يدفعوا في تكلفة الدراسة، وتضاف القيمة اللي هي 150 دينار ما هيش قيمة كبيرة. وفي المستقبل ستستهدف اللي هي الأغلبية الساحقة اللي هم طلبة وتلاميذ المدارس العامة. وإن شاء الله نتمنى أن إذا نجحت الفكرة مع القطاع الخاص نتمنى أن تتبنى مجلس الوزراء هل الفكرة هذه، إذا كان حتى أولياء الأمور ما عندهمش يعني إمكانية لدفع 150 دينار في المدارس العامة، فيجب أن الدولة تتحمل هالقيم هذه، لأنها قيم حتكون بسيطة جدا وحتغطي فئة كبيرة جدا من صغارنا وأولادنا اللي نشوفوا فيهم أنهم زهرة الدولة وزهرة المجتمع. فإحنا لازم نرعوهم صحيا، ولازم يعني نساعدوا أولياء الأمور في أن إحنا نرفع عليهم ثقل من أثقال الحياة وعبء الحياة اللي موجود حاليا يعني منها المواطن الليبي. وانت تعرف سيد نبيل الكلام هذا كله هدف سامي ونبيل، لأنه هدف اجتماعي، ودور شركات التأمين ليس اقتصادي بس أو ربح فقط. نعم. ولكن دورها لابد يكون اجتماعي ثقافي اقتصادي. لابد نعرف أن التأمين مساهمات التأمين في هالأمور هذه كلها هي عبارة عن نهضة اجتماعية بالكامل، وهذه حاجة مهمة جدا. يعني نتمنى الناس كلها تباركها وتشجع في استثمارها، ولا بأس من التجربة. ربما تجربة هذه نلقاها بعدين نقول يا ريت درناها من 20 سنة فاتت. بلغة المنطق ولغة العقل إن طبقة أو نقول خلي الطبقة الجيد المرتفع إلى الممتاز أبنائهم يقروا في المدارس الخاصة، والطبقة نقول الطبقة الكادحة أو الطبقة المتوسطة في المدارس العامة. ألا يجب على وزير التعليم ووزير الاقتصاد بخروج قرار من أجل دعم هذه الفئة 150 دينار في السنة لكل طالب، تغطية صحية بالكامل. ونرى ما يحدث في المدارس العامة يعني من أحداث مرضية واعتداءات بالمئات. ألا ترى بأن يجب على وزير التعليم إصدار قرار في هذا الموضوع قونا من أجل حتى إرجاع ثقافة التأمين لأولياء الأمور؟ وزير التعليم بالتأكيد أنه هو يعي الموضوع بأهمية الموضوع، ولكن طبعا المواطن هل هو يستقبل الفكرة ببساطة وبارتياح في حالة ما مثلا لو طلع إجبار لهالفكرة هذه؟ نعم. فإحنا حاليا نحاول أن إحنا يكون في إقناع أحسن من الإجبار. بعدين نفس البرنامج إذا كان طبعا الدولة مفروض تكون مقتنعة به، ويكون مفروض فيه الدولة هي تلتزم بتوفير القيمة هذه بالنسبة للمدارس العامة
يعني تحصر عدد الطلبة في 150 دينار، حتعطيهم حتحولهم لشركة التأمين، شركة التأمين تتولى هالموضوع هذا بالكامل. فإن هي موضوع بسيط جدا، هي متحملة توا أنت تعرف النفقات متاع الأسرة والأطفال، إذا كان زادت 150 دينار الدولة مش حتخسر شيء يعني نعم. من الثروات اللي موجودة، وعلى الأقل نقولوا والله نسبة من المال العام حول إلى أفضل طبقة موجودة في المجتمع، وهي طبقة التلاميذ والطلبة والمدرسين والناس اللي موجودة الكادحة. هذه هم الناس الكادحة، هم الناس التعبانة، هم المفروض الناس ننتبهوا لهم ونهتموا بهم. في غياب الضمير يغيب القانون. ألا ترى بأن يجب أن يكون الإلزام؟ يعني إذا فتحنا هذا الباب حتى في المدارس الخاصة، مع يعني أنتم مشكورين ومشكور حتى وزير التعليم والاقتصاد أن خلتوها اختيارية، ولكن دائما الاختياري مرتبط بطبقة معينة من التي تعي وتفهم معنى التأمين. ألا ترى آن الأوان لكي تتقدم ليبيا وتبقى، يعني خلي ما نمشوش بعيد، الأردن دولة ليس لها موارد، ولكن التأمين الشامل ممكن موجود في كافة مناحي الحياة. صحيح. ألا ترى بأن آن الأوان الآن لكي يجبر التأمين الشامل الصحي على كافة مؤسسات الدولة، وأولى ذلك هم أبناء المستقبل وهم التلاميذ؟ الحقيقة طبعا أنت مرات أولادك ما يعرفوش مصلحتهم، نعم. فبالتالي أنت تفرض عليهم أشياء موجودة في البيت. فنفس الشيء احنا كمجتمع ما نخلوش الحرية متروكة لنا احنا ورغباتنا. نعم. ولكن المفروض أن الدولة تراعي مصلحة الناس، فيجب أن تكون حاجات زي هذه إجبارية. تأمين الصحي وتأمين السيارات الشامل هذا لابد يكون في إجبار للمواطن. طيب لماذا لم تقوم شركة الخليج أو مجموعة الخليج للتأمين، الشركة العالمية، بعض الشركات، شركة ليبيا للتأمين، يعني بعض الشركات المحترمة اللي لها باع طويل وإدارة محترمة، بإقامة ورشة عمل مع وزير التعليم ورئيس الحكومة ووزير الاقتصاد من أجل إقرار هذا المشروع الهام لأبناء ليبيا؟ احنا مباشرين من مدة طويلة، حوالي من مدة شهور يعني، في ورش عمل وقدمت، وعندنا زملاء مخصصين لهالمجال هذا، وشرحنا لكل أطقم التدريس والإدارات ومراقبات التعليم ووزارة التعليم، وكلهم عندهم علم ودراية. ولكن حجة المدارس الخاصة يقول لك أنا ما عنديش إلزام، أنا عندي اختيار. أنا حاليا ما نقدرش نفرض رسوم جديدة على التلاميذ والطلبة، وخاصة أن العام الدراسي يعني لفترة بادئ. لكن طبعا هذا غير مبرر، لأن المفروض أن يطلع القرار متاع وزير التعليم، قرار وزير التعليم مفروض يطلع إجباري للمدارس الخاصة حاليا، وستحدو حدوها المدارس العامة في المستقبل إن شاء الله، لأن هي فكرة يجب أن تنفذ وبدون تأخير، لأنها مهمة جدا بالنسبة هل ترى أستاذ، ما نشوفولهاش من ناحية التكلفة، نشوفها من ناحية مثلا 150 دينار أستاذ بالقاسم، الأب يقدم شهادة مرتبة يتم خصم 10 دينار في الشهر، رقم تافه جدا. خلينا يعني أقول نتكلم هنا على المدارس العامة. ألا ترى بأن آن الأوان لكي يتم إقرار هذا الأمر من الحكومة؟ يعني مشاكل الطلبة ومشاكل الأمراض الصحية في الطلبة يوميا أي صح ومستمرة. هل تتوقع بإقناع، هل من تحتاجه الآن هو إقناع الحكومة في هذا الأمر، أم ترى بأن مراسلاتكم ولقاءاتكم مع هذه الشخصيات ربما سنسمع ذلك في الوقت القريب؟ إن شاء الله احنا نحاول قدر جهدنا نوصلوا صوتنا للحكومة، ونتمنى أن يكون في تجاوب من الحكومة، لأن هذا قلت لك موضوع مهم. تاني حاجة، لو أنت قسمت 150 دينار على فترة الفصول للفصل الدراسي أو ولا حاجة، يعني 9 شهور بلا تسوي شيء يعني، فما تسويش حتى في شهر 20 دينار. وبالإمكان تجزئ المبالغ هذه للناس اللي ما تستطيعش مثلا خلال نقولوا فصول دراسية معينة، فصلين 3 يقدر يدفع حتى بالتقسيط. هي مش إشكالية، يكون في إلزام، يكون في بطاقة، تكون واحد فعلا يحب أنه يخش في هالبرنامج هذا، لأن احنا نظرية العدد الكبير احنا ممكن في المستقبل إذا كان استهدف يعني عدد كبير من الطلبة، فربما تنقص حتى التكلفة، لأن كل ما يزيد العدد كل ما تنقص التكلفة. فبالتالي يعني احنا نتمنى أن الإيجابية تكون موجودة في الدولة. وزير التعليم، بالنسبة لوزير التعليم
يعني مقتنع قناعة تامة بهالموضوع هذا، وبذل قصارى جهده في إقناع مراقبات التعليم. وحتى في المنطقة الشرقية نفس البرنامج ماشي الموضوع على قدم وساق، ولكن نتمنى التنفيذ من المدارس. بصفة خبرتك أستاذ بالقاسم، يعني دولة زي دولة الأردن دولة يعني ما عندهاش هذيك الموارد، يعني حتى المية يجيبوا فيها مرتين في الأسبوع في البوطيات، خلينا نتكلم بلغة دارجة. ولكن التأمين الشامل موجود في كل المؤسسات. هل التأمين خليني في الوطن العربي، هل التأمين الخاص في المدارس الخاصة في الوطن العربي موجود في كل الدول العربية أم متفاوتة دول على دول؟ هو التأمين زي ما قلت لك حاجة مهمة جدا في الاقتصاد. اليوم أصبح التأمين حاجة ضرورية ملحة. نعم. الإنسان بطبيعته ما يقدرش يتحمل كل الخسائر اللي تصير له من نتيجة الأحداث اللي موجودة أو الحوادث الموجودة. نعم. أصلا كلمة التأمين ماذا تعني كلمة التأمين؟ تعني نقل الخطر منك أنت أو مني أنا أو من مجموعة إلى شركة التأمين، لأنها هي متخصصة في البرنامج. هي تتولى جمع الأقساط وتتولى دفع التعويضات بالمشاركة مع غيرها من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين. ميكانيزم تدير بها زي المصارف، تحط فيها فلوسك ونحط فيها فلوسي، تقرض وتلقى أنت فلوسك موجودات، نلقى فلوسي موجودات، وتبدأ العملية مكتملة ولصالح المجتمع بالكامل. نعم. نفس الشيء التأمين. يعني أنت اليوم سيارتك ما تقدرش تصلحها بروحك، وما تقدرش تدفع نفقات طبية لصغارك ولأسرتك، وما تقدرش تأمن حوشك، هذه غير الحاجات البسيطة اللي تخصك أنت. نعم. فمنو اللي يتحمل مسؤوليتها؟ خلينا نحول للتأمين. إذا كان احنا نظرنا إلى أقساط التأمين في هالحاجات هذه، حتكون أقساط بسيطة جدا أو مبالغ بسيطة جدا تستقطع من مرتبك، ولو كانت في شكل من المرتب نفسها من المصرف، في مقابل أنك أنت تحمي ممتلكاتك وأسرتك وأرواحك والحاجات هذه كلها. فأصبح وجبت مثال الأردن ولا تونس ولا هذه دول متقدمة علميا. احنا نبغى نتقدم علميا، احنا عندنا المال. نعم. ولكن لسنا متقدمين علميا للأسف الشديد، وليست لدينا ثقافة. هم عندهم احتياج للتأمين لأنه هو يعتبر مصدر من مصادر الدخل والاستثمار. احنا نعتبره فيه طالما فيه نفط مغطي علينا الدنيا كلها، ما عادش نبغى أي استثمار تاني. التأمين يعتبر استثمار للدولة، لأنك أنت لما جيت تقول مساهمة قطاع التأمين في الدخل القومي تلقاه صفر احنا بالنسبة لنا احنا. طيب، أغلب السيارات الآن تتحرك يعني في العالم كله أستاذ بالقاسم، عملية لما تجدد التأمين متاعك يتم إلصاق هذه خلينا نقول الرقم أو اللصقة على المرش من الأمام، باش يعرف لما تمر قدام المرور أو رجل الشرطة يعرف أن هذا التأمين الإجباري متاع هذه السنة. يعني أعتقد أن في كل سنة يديروا في ألوان في بعض الدول. هل آن الأوان أن تكون لي بهذه الطريقة؟ يعني عدة حالات موت صارت. يعني أنا والدي توفى عمره 50 عام، كان اللي ضاربه بسيارة شاحنة كبيرة ما كانش مؤمن تأمين إجباري. يعني في فترة 87 ضاع لي يعني تأمين إجباري بقيمة 57,000 دينار ليبي اللي استهتار صاحب هذه الشاحنة لم يدفع هذه الأموال. كيف ترى أو رؤية مجموعة الخليج اتجاه وزارة الخارجية الداخلية والاقتصاد في آلية إجبار المواطنين في التأمين؟ يعني تو الآن نقدر نقول لك تلت أرباع مش مخلصين تأمين. صحيح. كيف يمكن حل هذه القضية؟ احنا والله دائما نسقوا مع وزارة الداخلية عن طريق المرور أن هم يحاولوا يكثفوا من عملية التفتيش على التأمين في السيارات وفيهم في كل مكان، ودايرين حتى مكاتب تخص شركات التأمين في جنب نقاط المرور. نعم. هذا كله لأجل دفع رجل الشرطة أنه هو يستفسر على هل التأمين موجود ولا مش موجود. ليش؟ لأن أهمية التأمين وجودها هو لحماية المتوفى أو المصاب من الطرف الآخر. فبالتالي يعني وجود التأمين مفروض يكون وجوده إجباري جدا جدا جدا، والمخالفة متاعها تكون يعني مكلفة، بحيث أنه هو يبدأ المواطن يسعى إلى التأمين بسرعة. ثاني حاجة احنا كسيستم متاعنا احنا في مجموعة الخليج درنا حاجة اسمها يعني احنا نعطوك إشعار عن طريق رسائل SMS أن وثيقتك الإجباري منتهية. حاليا بنطرحوا منتج جديد حتى هو في السوق، تديروا بطاقات، أنت تقتني بطاقة ب5 دينار، عندك تخفيض يصل إلى 20 حتى في المية من قيمة القسط لما جيت تأمن عندنا احنا. تبدأ فيها اسمك وتبدأ فيها مجرد ما تبرز هالبطاقة هذه أنت حتى تتمتع بتخفيض في وثيقة التأمين اللي بتقتنيها.
هذا كله تشجيع، يعني من نوع من انواع التشجيع هذايا، زي ما تقول حتى ثقافه تتسع. يعني انا جاي نشجع فيك، نقول لك غير تعال دير تامين، حتى انت مش قادر تدفع القسط بالكامل انا نساعدك، نعم، نخفض لك شويه. لكن يلا يا مواطن، امتى يعي المواطن اهميه التامين؟ يولي هنا مهم جدا. التامين المواطن قد يتناسى مرات التامين، طايح التامين متاعه وما يندرش عليه، نسيه. نعم. احنا درنا طريقه لايقاظ السائق بان تامينه منتهي، وبالتالي بيجي شركه التامين. ثاني حاجه المرور، نفس الشيء. انت لما تشوف ديما فيه دوريات مكثفه، وديما فيه توقيف سيارات وتفتيش على الاوراق، حتصبح انت مضطر دائما تشوف التامين متاعك، ديما انت حتصر على انك انت تجدد التامين متاعك. فبالتالي مصلحه مشتركه. هي عباره، طرحنا زمان احنا فكره ان بدل من هذه المشاكل هذه كلها، مواطن امن ما امنش وصار حادث وتعوضت ما تعوضوش، قلنا يا ريت الدوله تدير بدل من هالموضوع هذا كله، تدير صندوق خاص للتامين الاجباري. يمول منين؟ يمول من قرش او 5 مليم تضاف الى لتر البنزين ولتر النفط. على سبيل المثال اي سياره تزود بالوقود هي تعتبر مساهمه في التامين. على سبيل المثال زي ما كان صندوق الجهاد بالضبط. فهنا يصبح ما فيش سياره في البلاد مش مؤمنه، حتصبح كل السيارات مؤمنه، سواء كانت سيارات مصفحه، سواء كانت سيارات بلوحات معدنيه، سواء كانت سيارات من غير لوحه معدنيه. هي في النهايه تعتبر سيارات تسير على الطرق العامه، تاخذ يعني تتزود بالوقود سواء كان ديزل ولا بنزين، وبالتالي هي مدفوعه الثمن لهالصندوق هذايا اللي هو بيجمع مع شركات النفط اللي موجوده، اللي هي مثلا زي ما نقولوا راحله، زي ما نقولوا ليبيا نفط غيرها، تتجمع له الاقساط بنسب اللترات اللي انباعت. هل 5 مليم او القرش ينضاف او يحول الى الصندوق هذا لاجل التعويضات اللي تصير. يعني عباره عن انت بتجيب اثبات ان الحادث صار، سياره ليبيه، اسم الشخص المتوفي ولا المصاب، ويعالج او يدفع فيه قيمه دية تكون ممتازه. هل هذا الامر او هذا الملف صعب تحقيقه ام يحتاج الى عقول فقط، اراده سياسيه؟ يحتاج الى اراده سياسيه فقط لا غير. احنا للاسف الشديد احنا تكلمنا مع كشركات تامين، تكلمنا مع وزير الاقتصاد، وبذل جهده مشكور في رفع قيمه الاقساط نتاع التامين الاجباري، ولكننا لليوم لازلنا نبحث على سند في مجلس الوزراء لاعاده النظر في القانون نتاع دفع التعويضات. احنا ما عادش نبوه، درنا مقترحات موجوده في مجلس الوزراء، يوصل الى الموافقه ويتجاهل اكثر من مره للاسف الشديد. يعني نبو جدول بتاع تعويضات، درنا جدول ممتاز جدا، عكس اللي موجود تو حاليا، فيه معامل المرتب وغيره، فيه يعني نحتاج لقرار، نحتاج الى قرار من مجلس الوزراء. نعم. لان الوزير عنده قدره في انه هو يرفع التسعيره، وليس له يعني صلاحيه في انه يصدر قرار بسقف التعويضات اللي موجود نتاع الإجباري. أنت كرئيس مجلس إدارة وليك باع طويل في التأمين، أعتقد من تأسيس شركة ليبيا التأمين إن لم تخني الذاكرة. هل الآن اللي موجودين خلي نتكلم على مجموعة الخليج فقط لا غير، قداش موجود عندك زبون مأمن على سيارته بالتأمين شامل؟ والله أنا أصدقك القول. يعني بالنسبة لي أنا بادي كرئيس مجلس إدارة، كان غيري رئيس مجلس إدارة في الشركة اللي قبل شهر 10 فيها متى آلاف موجودة تأمين شامل، تأمين إجباري، تأمين شامل غالبتها شركات أي غالبتها شركات، مواطنين قليل نادر. يعني حتى أصحاب السيارات، يعني أستاذ بالقاسم في ليبيا أصبحت في سيارة لامبورغيني تساوي قريب مليون دولار. طبعا في الفيراري، في سيارات يعني المايباخ، في سيارات فاتت تفوت النص مليون دينار. هل المؤسسة الوطنية للنفط؟ نعم. هذه العقليات اللي تسوق في هالسيارات هذه على أساس أنها عقلية مسافرة برا وفاهمة، هل يعني خلي بنقوله بلغة المنطق يعني مش مأمن سيارته شاملة؟ كارثة هذه رفعت. هو الصراحة والصدق، هي سيارته
يعني تساوي ممكن راس مال حوش. شركة تأمين. نعم. فبالتالي يعني هو طالما أن عنده القيمة هذه هو تلقاه يطلع بها يتمتع بها أوقات معينة في النهار، يعني ما طلعش فيها ديما باستمرار، وبالتالي غير معارضة للحوادث أو حاجة زي هذه. نقول لك يعني وممكن حتى أنت أصلا أي ورشة هنا في ليبيا ممكن ما تلقاهاش تصليح ولا قطع غيار. ينزلون في التيك توك وفي اليوتيوب موجودات طرقات ليبية في دبي، روز رايز في تركيا، أكيد في أكيد. إيطاليا، في أسبانيا. لكن احنا بالنسبة لنا احنا ما عندناش أي إشكالية في تأمين أي نوع من أنواع السيارات. في تونس النظام التأمين الشامل فيما يتعلق خلي بنتكلم في السيارات يعني. هل المفروض فرضا التأمين الشامل أم تونس إجباري إجباري يغطي أرواح وممتلكات. في ليبيا يغطي أرواح فقط، والسيارة راحت عليك. السيارة راحت عليك. رغم أنني تقابلت مع السيد محمد الحويج وشرحت له، قلت له احنا التأمين الإجباري في ليبيا من 71 ما تعدلش، يجب أن يكون يغطي الأرواح والممتلكات زي دول الجوار، لأن المؤمن من 71 من تأمين من شركات التأمين في 71 أصدر القانون التأمين الإجباري. من هذاك الوقت لليوم هل لم تعد دراسة؟ مش معقولة. يعني أعيدت الدراسة. يعني الدول اللي خدت استقلالها في 71 فاتتنا في القانون، وإحنا قاعدين في القانون من يوم استقلالها. نفس الشيء للأسف الشديد، لأن احنا تتغير الإدارات ونبدو من الصفر. ما نكملوش في مراحل متقدمة. رغم أن التأمين في ليبيا راه كان أفضل في 78 و79 و80 كان أفضل من تو. احنا لعلمك أستاذ نبيل بنعطيك إضافة ثانية مهمة جدا. احنا في الثمانينات كان عندنا معهد اسمه معهد التأمين، معتمد من معهد القانون البريطاني، ويعطي في شهادات دبلومات متخصصة في التأمين. كان قدام معرض طرابلس الدولي في شارع المسيرة الكبرى. يعني يدرس أنا الأول واخذ فيه دورات، يدرس اللغة ويدرس تأمينات عامة على غرار المعهد القومي للإدارة. بالضبط، معهد متخصص في التأمين معتمد من معهد التأمين البريطاني، معهد القانون البريطاني. هل يتم الدراسة فيه بعد الإعداد أم الثانوي؟ لا كل دورات فقط. العاملين في قطاع التأمين يعني ياخذوا في دورات. بالضبط، ياخذوا في دورات للموظفين الجدد، بحيث أنه ياخذ على غير أحد الدبلومات دبلوم متخصص في التأمين، يعني معتمد. يبدأ أنت تتكلم مع رجل التأمين. طيب، ونتمنى أن يرجع المعهد هذا. طيب، لكل مشروع له فكرة. يعني من طرح هذه الفكرة فيما يتعلق بالتعليم الخاص في مجموعة الخليج للتأمين؟ يعني أعتقد كان في اجتماع وطرحت هذا المنكر صاحب هذه المبادرة الطيبة. والله مجموعة، يعني فكر جماعي وعرض على وزير التعليم يعني زي ما حكيت لك. يعني تشتغلوا كخلية تفكير. لأن احنا طبعا بنحاول أن احنا نجددوا مصادر الدخل، نحاول أن احنا نمارسوا دورنا الثقافي والاجتماعي، نحاول أن احنا نطلعوا حاجات يعني يستفيد منها المجتمع. نعم. أنا اللي تو قاعد نقول لك يا ريت المخابز يأمنوا، يا ريت ورش الحديد يأمنوا. كم واحد انقطع صبعه ما عندهش أي تعويض. نعم. كم واحد ممكن عينه مشت في بوردة اللحام. نعم. يعني يجب أن يكون تأمين إجباري. أي واحد فاتح الترخيص متاع ورشة يكون إجباري تأمين. شو المشكلة أنت أمنت على العاملين اللي عندك؟ احنا عندنا توا قانون العمل يفرض على مؤسسة العمل أن يكون عندها تأمين تأمين المسؤولية المدنية أو تأمين الامبلويرز لايبيليتي. رب العمل لابد يكون مأمن على العاملين اللي عنده كلهم بالكامل. حاليا نادر وان تلقى انت مؤسسة مأمن على الموظفين متاعها والعمال متاعها. طيب، الاستراتيجية القادمة لشركة الخليج فيما يتعلق بالتأمينات ما هي؟ هل تشتغلوا بخطة ثلاثية، بخطة خماسية؟ هل سنشاهد المدة القادمة مؤتمر يضم كافة شركات التأمين لوضع استراتيجية تطرح على الحكومة من أجل اعتمادها؟ خطورة الموقف في تدني المرتبات، في ارتفاع الدولار أصبح كاهل على المواطن الليبي فيما يتعلق بالتأمين الطبي في كافة جوانب هذه الحياة القاسية اللي أصبحت الآن. وأعتقد الغلاء في ارتفاع وليس لم نشاهد انخفاض يعني منذ 5 أو 6 سنوات. صحيح. شنو الإستراتيجية اللي صحيح. أنت حتى السوق التأمين في ليبيا كان سوق من مجموعة شركات أجنبية إلى أمم إلى شركتين وطنيات، شركة ليبيا للتأمين والمختار
بعدين فتح المجال للقطاع الخاص لما صارت الخصخصة. نعم. اليوم حوالي 70 شركة موجودة في ليبيا. نعم. هل 70 شركة مبنيات بناء صحيح؟ هل سوق التأمين الليبي حاليا هيئة الإشراف؟ خلي ناخذ فاصل في أي. هذا السؤال. نعم. ثم نرجع لاستكمال هذا السؤال. هل ليبيا تتحمل وجود أكثر من 70 شركة تأمين أستاذ بالقاسم؟ ألا ترى أن بهذا الموضوع عبثي بعض الشيء؟ هي الفكرة اللي قالها الوزير أن احنا طالما عندنا خصخصة وعندنا شركات تقدمت ولها الحق أن هي تنشأ حسب القانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين. نعم. فلماذا لا؟ وقال بعتالي البقاء للأصلح. يعني أنت شركات التأمين أنت تمارس في نشاط تأميني قد تكون خاسر وقد تكون رابح. نعم. فإذا كان عندك خسرت أنت بتسكر. لكن احنا مع هذا نتمنى أن قانون الإشراف يعني يرتقي إلى أن يتغير رأس المال. أنت كنت مدير رأس مال شركات تأمين تنشأ ب10 مليون، تدفع 3 مليون منها، 13 منها اللي هي 3 مليون. اليوم 10 مليون لا تساوي نفس قيمتها على دينار و40 قرش للدولار. احنا اليوم الدولار يساوي 7 دينار ونص و8 دينار. فبالتالي احنا اليوم نحتاج إلى شركات يغير رأس مالها إلى 50 أو 70 مليون بدل من 10 مليون تساوي 70 مليون. نعم. فليش ما تغيرش انت 70 مليون واللي عنده 70 مليون خليه يمشي شركه. لكن احنا عشان شركات راس مالها المدفوع من 3 أعشار ما يكفيش للصرف على تأسيس الشركه. السؤال ممكن نوضحه حتى للرأي العام أستاذ بالقاسم، بمعنى أن في بعض الكليات في الجامعة الآن يجب أن تقفل لأن سوق العمل لا يستوعب هذه الكمية. على سبيل المثال على الحصر، كلية الهندسة، كلية العلوم، كلية الزراعة، كلية الطب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية الطب البشري أيضا. هذه الكليات يجب أن تقفل إلى 5 أو 7 أو 8 سنوات ويتم فتح معاهد متخصصة في الأمر السبراني، في الذكاء الاصطناعي، في ما يحتاجه السوق الآن. لكن الفكرة أو السؤال، هل مثلا على سبيل المثال شركات الطيران، هل السوق الليبي يتحمل 6 ولا 7 شركات طيران خاصة؟ يعني أوكي نحن متفقين بأن الخصخصة مفتوحة، ولكن يجب أن تكون لها ضوابط. الحرية المطلقة أستاذ بالقاسم، وهذا الكلام لوزير الاقتصاد أكيد. أتمنى أن يشاهد هذه الحلقة السيد محمد الحويج. الحرية المطلقة هي مفسدة مطلقة. يعني دائما في كل أشياء لها ضوابط. السوق الليبي لا يتحمل. أنا كرجل دعني أقول إني أدرس أو أطلع جيد، السوق الليبي لا يتحمل 70 شركة تأمين أستاذ بالقاسم. صحيح كلامك صحيح 100%. وإحنا أصلا من 2011 إلى اليوم لم نكون دولة، وبالتالي يعني احنا قعدنا يعني في حكومات مختلفة، وقعدنا حكومة تبدأ من الصفر زي ما حكيت لك من جديد. يعني نتمنى أن احنا يصير في استقرار سياسي. لو صار في استقرار سياسي لليبيا يعني هذا في استقرار اقتصادي، يعني في هذا في خطط أصبحت مستقبلية. نعم. يعني في هذا أن أصبح المجتمع يدرس حاجاته شنو هي، مش عبارة عن نوفر كليات وكل من عندي أنا عندي نمو ديموغرافي. نعم. عندي عدد سكان يتزايد، هل كلهم يمشي يحاولوا يقروا دراسة أكاديمية؟ أنا اليوم محتاج إلى طيارين، محتاج إلى مثلا خبرات في زي ما حكيت أنت في المجال السبراني، في الذكاء الاصطناعي، في يعني مواضيع كثيرة جدا 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 ممكن احنا نستفيدوا من طلبتنا المتميزين، وممكن احنا نوصلوا أن نبنوا دولة. احنا شنو عندنا يعني من خبرات؟ عندنا خبرات دكاترة، لكن نبقوا متميزين في الطب. طيب متميزين في الهندسة. نرجع لسؤالي اللي قطعتك عليه أستاذ بالقاسم. هل سوف نشاهد مؤتمر قادم؟ يعني دائما نشوفه في معارض للاتصالات، معارض للبناء، لكن لم أشاهد معارض لشركات التأمين. هل في رؤية شركة أو مجموعة الخليج تتبنى مشروع مؤتمر أو معرض كبير يوضح الثقافة التأمينية للمواطن، أيضا للشركات، لبعض المسؤولين في الدولة الليبية، وأيضا فيما يتعلق بالحد من شركات التأمين اللي خلينا نقولوا الباب دي مفتوحة للبحر؟ يعني
احنا في مجرات العادة دائما تصير ملتقيات عالمية وملتقيات على مستوى الوطن العربي، لأن احنا كل شركات التأمين اللي في الدول العربية يجمعها الاتحاد العام العربي للتأمين. نعم. ولكن فكرتك أنت فكرة طيبة وجميلة جدا، وأنا بالنسبة لي أنا شخصيا حنتبناه. حنعرض الموضوع على اتحاد الشركات، الاتحاد الليبي للتأمين، وعلى هيئة الإشراف، أن يقام معرض لشركات التأمين، بحيث تكون فيه مكان وفي زمن معين تكون شركات التأمين كلها متواجدة. الناس تجي وتشوف شركات التأمين، أول حاجة تطلع على أسماء وتطلع على الأشخاص وتعرف شركات التأمين عن قرب. بعدين الشركات هذه تتنافس في إلقاء محاضرات أو في ورش عمل أو في لقاءات أو في أسئلة وإجابات. هنا فعلا تعتبر ملتقى ممتاز جدا، وحيعطي ثمارة بشكل ممتاز جدا. فكرة كويسة أستاذ نبيل، ونين يعني نباركها ونقول أن هي لابد نحاول بقدر الإمكان أن ننفذها بالتنسيق مع الاتحاد الليبي للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين. نعم. لأن هم الوحيدين اللي يقدروا يعني زي ما تقول لي يخلوا شركات التأمين كلها تجتمع. أنا كشركة تأمين زي الشركات الأخرى، فاحنا متوحدين أو متواجدين في هيئة الإشراف في الاتحاد الليبي للتأمين. ومع هذا ليس الاتحاد الليبي للتأمين كل الشركات اللي موجودة أعضاء فيه، لأن في بعض الشركات غير أعضاء لم يسجلوا عضويتهم في الاتحاد. والاتحاد هذا يضم كل شركات التأمين وكل أدوات التأمين، يعني سواء كانت شركة ولا وكالة ولا. كيف رأس العطاء فيما يتعلق بالتأمين المدرسي على شركة مجموعة الخليج؟ كم كانت الشركات المنافسة في هذا الموضوع، في هذا الملف؟ احنا تقدمنا مجموعة شركات، تقريبا 3 شركات حسب ما قالوا لي الأخوة الزملاء، وتم الاختيار على مجموعة الخليج للتأمين. كانت معنا حتى العالمية، كانت عندنا معنا مش عارف شركتين ثانيات أو شركة، ورشحت مجموعة الخليج باعتبارها شركة فتية وقاعدة جديدة، وعلى أساس أن احنا نحاول بقدر الإمكان أن هي الأهمية في أهمية في أن احنا النشاط هذا نديروه، وربما يكون في حتى مشاركة محلي مع شركات أخرى من شركات التأمين. ولكن احنا حنكونوا الرئيسيين في إصدار هالوثيقة هذه والتعامل مع وزارة التعليم عن طريق المدارس الخاصة. كل مدرسة تقتنع بهالموضوع وتجيب تأمن عندنا، بتعطينا كشف بالطلبة اللي موجود عندها ونسجلها كاسم مدرسة موجودة، وتصبح وثيقة تضم كل مدرسة لغاية ما نضموا أكبر عدد من المدارس. وزي ما قلنا فكرة التأمين هي وراها فكرة إعادة التأمين، فإذا احتجنا إلى إعادة تأمين حنعيد تأمين لبعض شركات التأمين المحلية تساهم معنا في الخطر وتساهم معنا في هذه الوثيقة. لكن كفكرة احنا نبو نستمر فيها احنا باعتبارنا احنا خلاص، يعني زي ما تقول صار فيه اتفاق بيننا وبين وزارة التعليم وبذلنا فيه مجهود، فيجب أن احنا لا تنافسنا الشركات الأخرى في هالمجهود هذا، وربما تنتقي أي نوع من أنواع التأمينات الأخرى، وكثيرة جدا هي الحاجات هذه اللي موجودة واللي تهم المجتمع. وإحنا يعني حنأدوا واجبنا على أكمل وجه ممكن. يعني الكلمة اللي حابة أنك توصلها حضرتك للولي الأمر، للأيادي المساعدة اللي موجودة من الغفير اللي موجود في الباب المدرسة إلى السائق إلى الموظف إلى المالي، أهمية هذا الموضوع، أو حتى نقول إحنا بحسبة رقمية. أنت مرات تجيك حرارة تمرض في المدرسة تمشي 50 دينار كشف، مرات 100 دينار، هذه غير أدوية ناهيك على المراجعة، ومرات في أدوية أخرى يعني تلقى روحك واصل لل 250 جنيه صح. وأنت فارض 150 دينار في السنة. هل هي شاملة 9 شهور الموسم الدراسي أستاذ؟ شاملة أو 12 شهر كامل؟ شاملة الفصل الدراسي أو اللي هي 9 شهور. 9 شهور. نعم. مدة الدراسة هذه شاملتها، وغالبيتها طبعا الأمراض اللي تصير في المدرسة مش الأمراض العادية اللي تصير في الحوش. نعم. الأمراض اللي تصير في المدرسة أو هو في منطقة زي فترة أو منطقة اللي صارت من الحوش إلى المدرسة ولا من المدرسة إلى الحوش. نعم. فهذه كلها يعني زي ما حكيت أنت، إذا كان أنت ممكن تصير للعيل ارتفاع حرارة فممكن يدفع 150 ولا حتى نقوله حتى 100 دينار يا سيدي. نعم. لكن أنت بتدفع 150 خلال فترة بالكامل، فما تعرفش أنت عيلك ممكن
ممكن يدفع حد يطيح من دروج ولا أي حاجة، هذه معناها ممكن يقع من السلم، ممكن رسائل لولي الأمر أستاذ بالقاسم، البعض يخلي بنقول لك بيبخل على أبنائه. أكيد عندك يعني التنشن، عندك بعض التحذيرات للأب فيما يتعلق الصحة مقابل المبلغ التافه، خليني أنا أقول لك والله اللي بيدفع. أنا والله بالنسبة لي أنا بإخلاص بغض النظر على شركة تأمين ولا شركة مش شركة تأمين، نعم. وأنا كأب اليوم قاعد فيها وأنا شركة كأب تطلع. أي وأنا كأب يعني نحرض على هالموضوع هذا بكل قوة، أن لابد من كل ولي أمر يشجع أنه يزيد يكمل يدفع قيمة قسط التأمين لأبنائه اللي يقروا في مدرسة خاصة. لأن إذا كان ما حافظناش على نفسنا، إحنا الإنسان هذا هو مش عبارة عن دخل، الإنسان عبارة عن كيان. إذا كان ما حافظتش أنت على كيانك ما تستطيعش حتى تجيب فلوس أنت. إذا كان ولدك ما حافظتش عليه الناحية الصحية، وإحنا بنمارسوا عملية أن إحنا ممكن نديروا حتى كشوفات صحية إضافية لوثيقة التأمين هذه، نديروا عملية كل مرة بنمشوا المدرسة 2 بنرفعوا مجموعة دكاترة بنديروا كشف للطلبة وللتلاميذ، بحيث أنه مرات يكتشف عنده خلل في عيونه ولا خلل في أودانه ولا في أي مشكلة ممكن تكون عنده موجودة ما يعرفوش عليها أهله. فبالتالي راهي الفائدة كبيرة جدا عظيمة، يعني مش غير عبارة عن يا سيدي أنا ولدي متربي وممكن ولا ممكن متدرب ولا ممكن كويس ورياضي وصحيح ومصير له شيء حاجة، لكن لا تحرم غيرك من أنك أنت تساهم في الصندوق هذا. لا تحرم غيرك، لأن احنا كل ما تكاثر العدد في دفع هالاشتراكات هذه كل ما احنا لقينا رعاية صحية ممتازة، كل ما احنا تهنينا على صغارنا، كل ما احنا افتكينا من هيدك كان موجود في روسنا أنني لما يصير لولدي حاجة بنقعد ندفع في فلوس إضافية قد لا تكون في المتناول. خاصة اليوم أنت أصبحت وخاصة أنت مش حتدفع فلوس، يعني أنت ولدك حنقولوا لك حنبرا المصحة الفلانية في المنطقة الفلانية اللي قريبة منك، مش حتدفع فلوس، أنت عبارة بترفعها وهم بيتكفلوا بعلاجه فهي الموضوع موضوع عظيم، موضوع جميل جدا، موضوع كويس، يعني نجربوه إن شاء الله حتى في فترة فصل دراسي أو في نقولوا سنة من السنوات الدراسية، ربما نلقوه ممتاز جدا نستمر به طول عمرنا. يعني ما يعني موضوع أنا متأكد أن 100% حيكون ناجح، وحيكون موضوع الناس حتتمنى أنه هو لو كان موجود من قبل، يعني تتعمم على أشياء كبيرة جدا. يعني احنا ممكن نديروا أفكارنا احنا كناس موجودين في التأمين، ممكن احنا نقولوا لكل مخبز يدفع 100 دينار مقابل أن نكون مغطي ضد الحريق وضد الانفجار. نعم. ممكن نقولوا كل ورشة تحديد يدفع 150 دينار في السنة يكون مغطي هو وعماله. يعني احنا لأن احنا زي ما حكيت لك تجي انت تقول لي كيف قيمة بسيطة زي هذه انت بتغطي بها حوادث ممكن تصير كبيرة، نقول لك راهو احنا في كثرة العدد حتتلاشى نسبة الخسارة. نعم. حتتلاشى نسبة الخسارة، وبالتالي احنا ضربنا عصفورين بحجر واحدة، احنا جمعنا أرقام من النقود لندفع بها الضرر على الآخرين اللي ممكن تصير لهم لا سمح الله حوادث. طيب فهي فكرة تكافلية. يعني السؤال هذا يجب أن كان يكون من البداية، لكن أنا أصريت أنني نحطه في آخر الحلقة. أستاذ بقاسم، متى تأسست مجموعة الخليج؟ كم عدد فروعها؟ الكوادر اللي موجودة، خبراتها اللي موجودة، يعني خلينا نقولوا هل كانت تشتغل في شركات كبيرة؟ يعني دائما البيت الخبرة هو كان شركة تيبي للتأمين أو المختار. نعم. لمحة عليه. احنا شركة مجموعة الخليج طبعا شركة جديدة مليهاش 3 سنوات في المجال أو في العمل من تاريخ تأسيس حتى للعمل لحد الآن، ولكن طبعا تجمع مجموعة من الخبرات الجيدة اللي عندها باع في السوق، وفي نفس الوقت يعني كلفت بمجلس الإدارة متاع الشركة، مش رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، يعني رئيس مجلس إدارة متفرغ باعتبار زي وكأني ما رئيس مجلس إدارة مدير عام، ولكن احنا معي شخص ثاني مدير عام للتعاون، لأن عدد بسيط احنا في الشركة، لأن كيف شركة كيف بادين بعدد بسيط، ولما تكثر الأعمال عندنا حتكون أنا باعتباري أنا ممكن يعني عندي خبرة طويلة في مجال التأمين حوالي 45 سنة، استشاري مسجل لدى هيئة الإشراف والرقابة، استشاري تأمين،
اشتغلت مع مصرفي بمركزي 3 سنوات استشاري تأمين في مصرف المركزي لمدة 3 سنوات من 14 إلى 17. الحمد لله نخدم مساعد المدير العام للشؤون الفنية في الشركة العالمية للتأمين. أنا متقاعد، ولكن الخبرة اللي عندي ما نحبش أنني نرقد في الحوش ولا ما نستعملهاش، بالعكس أنا نحب أن ندرب جيل، ونحب أن القائد هو الذي يخرج قادة نستفيد أنا، وفي نفس الوقت نفيد غيري، في أنه هو يعني لأن أصبحت اليوم كثرة الشركات لا تعطي. احنا في ليبيا التأمين كنا ممكن فترة معينة اشتغلنا شركة واحدة في السوق، فكانت الخبرة محصورة في شركة. لكن اليوم عدد الشركات هذه الكبير قد تكون الخبرة موزعة ما بيناتهم، فلا تجد عناصر ذو خبرة يعني عالية في وسط التأمين حاليا اللي موجود تو، بما فيها ليبيا للتأمين للأسف الشديد. نعم. يعني غالبية الخبرات يا إما تقاعدت، يا إما توفاها الأجل، يا إما يعني بطلوا ما عادش يبغوا يشتغلوا. أنا بالنسبة لي أنا عنصر نحاول نكون إيجابي 100%، نحاول ما دام عندي قدرة أن نعطي يعني ما فيش أي إشكالية في هالموضوع هذا، ونتمنى أن احنا ننجحوا في السوق. واحنا حنكونوا بالتأكيد بأفكارنا، مش ليس احنا شركة راهي رفعت رأس مالها، أصبحنا احنا مش من الشركات الأخرى اللي رأس مالها 10 مليون مدفوع 3 مليون. احنا شركة اليوم استكملت رأس مالها من حوالي 3 أسابيع، استكملنا رأس مالنا وأضيف لنا أصل استثماري، مما أدى إلى رفع رأس المال إلى 23 مليون دينار مدفوعات بالكامل، وعن طريق طبعا اجتماع جمعية عمومية غير عادي حضوره هيئة الإشراف، وكان قانوني بالكامل، وسجل أن احنا يعني الحمد لله رفعنا رأس المال، وأصبحت شركة يعني تقدر تقول شركة لها وزن أو لها ثقل في السوق، بالإضافة إلى خبراتنا وعلاقاتنا بالسواق العالمية التأمين الموجودة برا. احنا نستطيع أن نأمن كل شيء، يعني سواء كان ممتلك الطيران البحري، أي برنامج تأمينات عامة، هندسي، جميع أنواع التأمينات نمارسوا فيها وما عندناش أي إشكالية فيها، وإن شاء الله نكونوا ننجحوا يعني بخبراتنا وبإصرارنا أن احنا نتحدوا اللي موجود يعني في السوق، ونعرفوا كل الإمكانيات اللي موجودة في السوق الحقيقة. يعني أستاذ بالقاسم عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج والمدير العام، على المستوى المهني والمستوى الشخصي سعيد جدا أني حاورت حضرتك. وفي الختام، يجب على كافة رؤساء مجلس الإدارة والمدراء العامون لشركات التأمين العمل على مؤتمر أو ورشة عمل تضم رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير التعليم من أجل إقرار التأمين العام لكافة التلاميذ بالمدارس العامة والخاصة، وأيضا التأمين الشامل للأرواح والمركبات الذي يشمل التأمين الإجباري، أسوة بما يحدث في كافة أنحاء العالم. ما نعانيه الآن كون أن ليبيا من أكثر الدول التي تعاني حوادث سيارات وعدد قتلى، يجب أن يقر هذا القانون أو هذا القرار اليوم قبل غدا لأهمية وخطورة هذا الملف، تحديدا عدة عائلات فقيرة ضاعت حقوقهم، حقوق أبنائهم، آبائهم، أمهاتهم، في عدم تأمين بعض المستهترين بالقانون. شكرا.